راح فين بس؟ ما تقلبش، تعالى بس، تعالى معايا 30 ثانية كده على السريع. تعالى اتفرج على اللعيبة المصرية. لاعب زي أحمد محسن، اللاعب ده أنا كنت بحبه وبحترمه جدا، وكان موجود معانا على السوشيال ميديا على طول وبنتفرج عليه. تعالى اتفرج، شوف أحمد محسن بآخر فيديوهاته وآخر إطلالاته طالع علينا بيعمل إيه. اسمع الفيديو ده وأنت اللي هتحكم مش أنا اللي هحكم. قال لك مثلا رسمه رايقه كده ولا ايه الدنيا؟ لا 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 يا عم، تتوهي ايه؟ لا لا لا، ما اقدرش اعمل الكلام ده خالص، صعب صعب. لا لا. صعب يا كابتن، الموضوع اتفه مما تتخيل، ده فايبريشن، الموضوع سهل يعني. لا يا عم، انا بسمع ان الموضوع مؤلم قوي والسن بيدخل في جسمك وفي دم بيطلع وحاجات جامده، انا ما اقدرش على الكلام ده، انا بخاف. شفت يا عم الفيديو؟ وشفت احمد محسن راح يعمل ايه؟ احمد محسن مش فارق معاه ان التاتو حرام، كل اللي فارق معاه الالم اللي بيحصل من التاتو والدم اللي هيطلع من التاتو، مش فارق معاه ان هو حرام ولا حلال. انا كنت بحبك، بس بعد ما شفت الفيديو ده قلت من نظري جدا وكرهتك. بص يعني هقول لك من اسوأ اللعيبه اللي انا كرهتها في حياتي، ان انت تطلع تعمل حاجه زي كده وبتقول للناس تعالوا اعملوا تاتو. دي يبقى انت شخصيه لا مؤاخذه، مش عايز اقول لك انت شخصيه عامله ازاي، الناس هي اللي هتقول. وهي الناس عارفه ان الاشخاص اللي زي كده بيبقى كل همهم شهره وخلاص على الفاضي. يلا سلام.